بيكمل محمد فارس وبيقول: تقدر تشوف في المداخلة بتاعت محمد رمضان راجل شخصيته قوية ومش جاي يهزر، جاي يشتغل، عنده ثقة في نفسه ومش مهزوز. ده واحد وهو لاعب داخل نافس عمالقة الأهلي في الهجوم وقدر يفرض نفسه وسطهم وهو سايب إيديه. مفيش حاجة اسمها أصل جيل دلوقتي غير زمان، الانضباط والأخلاق في كل زمان ومكان، والحياة الشخصية دي كل لاعب حر فيها، وطالما مش هيكون ليها تأثير على النادي، إنما في ضوابط ما فيهاش هزار وتمشي على الكل. وأعتقد اللي قاله محمد رمضان من أكتر من 25 سنة لجيل كان فيه حسام وإبراهيم هو اللي هيتقال دلوقتي: الأهلي أولا وأخيرا فوق الجميع. دي رسالة محمد رمضان للعيبة ولأي حد هيخرج عن المألوف أو هيخرج عن النظام واللائحة هي اللي هتحكم بين اللاعب وبين النادي. ده كان تصريح كان تعليق محمد فارس على تصريح محمد رمضان لما قال محمد رمضان: أنا هشتغل للكيان قبل الأشخاص. أنا مش هسيء لأي لاعب في الإعلام، بس في أوضة اللبس هعمل مع اللاعب اللي أنا شايفه صح. أنا معايا كل الصلاحيات، سواء دور في التعاقدات أو لائحة أو غيره. محتاجين 2 أو 3 لعيبة قبل نهاية القيد، إن شاء الله نحاول نحسمهم.